التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رأى رجل الفضيل بن عياض خلف سارية في المسجد جالسا لوحده، فأراد أن يسليه، فجاء إليه وجلس، فقال له الفضيل يكلم هذا الرجل. الفضيل يحب الخلوة في المسجد، هو ليس حزينا، هو متعلق بربه ويريد أن يختلي به. فقال له: يا فلان، خير لي ولك ألا تجلس إلي، يعني ما جامله. قال: أنت قاعد تضيع وقتي. قال: قبل أن أذهب انصحني. قال: أخفي مكانك واحفظ لسانك واستغفر لنفسك وللمؤمنين. اذهب بهذه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. على بالك بروحه ومتضايق وزعلان؟ لا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع عباداتهم لكن أخلاقهم كانت عظيمة. إبراهيم بن أدهم كان كل ليلة بعد صلاة العشاء ينادي بين الطرقات: من يريد طحينا، من يريد عجينا. فيخرج الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللي ما تقدر تطحن، فتأتي إليه تقول: تعال إلي، فيطحن للناس لله عز وجل، ينفق قوته وجهده للمساكين والمحتاجين. دخل يوم من الأيام فرأى بشر، سهل بن بشر المسكين، يحتطب فتعب. قال: ما لك؟ قال: تعبت. قال: ممكن أستعير منك هذا الفأس؟ قال: تفضل. ورجع سهل إلى بيته، فقطع الخشب له وذهب به إلى بيته يحتسب عمله للناس وخدمته للمحتاجين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. فضيل بن عياض التقى مع سفيان الثوري. شوف من التقى مع من. تذاكرا فبكيا، فقال سفيان: أرجو هذا المجلس عند الله عز وجل. فقال الفضيل: أخاف ضرر هذا المجلس عند الله. قال: كيف؟ تذاكرنا وبكينا. قال: ألم تتزين لي وتحدثني بأحسن ما عندك وحدثتك بأحسن ما عندي؟ قال: نعم. قال: أخشى أن يكون رياء وسمعة عند الله عز وجل. فقال سفيان الثوري للفضيل: أحييتني أحياك الله. حتى في بكائهم يخافون أن يكون رياء ولا يكون فيه شيء من الإخلاص. قلوب صافية، نفوس زكية. انظر لأحدهم، أحد التابعين، كيف كانت قلبه طاهرة ونفسه زكية. هذا عمر بن عبد العزيز في ليلة من الليالي قام الليل فأخذ يقرأ ويبكي حتى وصل إلى قول الله عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تقول فاطمة: فخر مغشيا عليه من البكاء. فلما قام أخذ يتجول في صحن الدار وهو يقول: ويل لي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، ويل لي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنهم الصفوة من التابعين.